فيلمنا بيبدأ مع يونيو وهي بتحكي عن والدها القبطان واللي ما بتكونش فاكرة غير لبسه الأبيض ووداعه ليها في آخر مرة، واللي من بعدها ما رجعش تاني. وبتحكي إن مامتها كانت حزينة جدا على موته لدرجة إنها ماتت بعد مدة قصيرة من وفاته. وبتقول يونيو إن هي بعدها عاشت وحيدة مضطرة تعتمد على نفسها وتدافع عن نفسها. وبتحكي إنها تعرضت وهي طفلة لاعتداءات وعنف جسدي واتربت على الكره لأن ما كانش في أي حد في حياتها بيديها الحب. وبتكبر يونيو وبتبقى محامية مشهورة جدا، لكن القضايا اللي بتترفع عنها بتبقى قضايا مش أخلاقية على الرغم من اللي شافته من عنف وهي صغيرة. وفي عربية يونيو بيتصل بيها الرئيس بتاعها وبيبقى اسمه بارك، واللي بيطلب منها ترجع له بسرعة لمبنى النيابة العامة. وبتطلب يونيو من السواق يرجعها للمبنى، وبتبقى بتترافع عن ابن الرئيس بارك واللي بيبقى متهم في قضية اغتصاب بنت فقيرة. وبتبقى أم البنت رافعة عليه قضية لأنها مش عايزة فلوس، هي عايزة تفضحه. فبتقعد يونيو معاها عشان تسوي القضية وتتوصل للصلح. فبتقول لها الأم إنها مش عايزة منهم أي فلوس. فبتتكلم معاها يونيو بكل هدوء وبتقول لها إن والد المتهم راجل غني جدا ومشهور في كوريا وفي العالم كله، وإن القضية بالنسبة لعيلة بسيطة زيهم هتتنسي بسهولة، لكن اسم بنتها هو اللي هينتشر في الصحافة وسمعتها هتتشوه، وإنها لو حتى اتقبلت في أي حاجة واتخرجت منها مش هتقدر تتجوز وهيفضل العار معاها طول حياتها. فبتتعصب عليها الأم وبتقول لها إنها مش أم وما تعرفش يعني إيه تبقى بتربي بنتها. ولكن البنت بتقول لمامتها إن المحامية عندها حق وإنها موافقة تتنازل عن القضية بمقابل مادي كبير جدا. وبيخلص الاجتماع وبيفضل ابن الرئيس يشكرها ويقول لها إنها أشطر محامية في كوريا. وفجأة بتقابل يونيو صديق ليها من زمان وبيقول لها إن القضايا اللي بتاخدها هتسبب لها مشاكل في المستقبل، لكنها ما بتهتمش لكلامه وبتسيبه وبتمشي. وبتبقى بتروح تدريب ملاكمة مع صاحبتها عشان تخرج الطاقة اللي جواها. وبتبقى صاحبتها بتحكي لها عن الحب وعن صديقها اللي معجبة بيه، لكن يونيو ما بتكونش مهتمة. فبتقول لها صاحبتها إنها ما بتعرفش تحب أصلا. وفجأة بتيجي مكالمة ليونيو من الرئيس بتاعها وبتروح له، وبيبقوا قاعدين مع بعض في مطعم بعيد عن الناس، وبيقول لها إنه عايزها تستعجل في حل القضية اللي قال لها عليها واللي بتبقى قضية مهمة جدا. وبيديها عربية هدية وبتفرح يونيو وبتوافق تشتغل في القضية بسرعة. وفي تاني يوم بتصحى يونيو في بيتها واللي بتبقى عايشة فيه لوحدها وبتطبخ لنفسها أكل وبتنزل شغلها. وبالليل بتبقى ماشية في طريق ضلمة جدا وبتبقى بتدور على موبايلها، وفجأة بتيجي قدامها عربية بيبقى صاحبها نايم وبتبقى هتخبطه لكنها بتقدر تتفاداه. وفجأة بتلاقي قطة قدامها وبتبقى هتخبطها فبتتفادى القطة، لكنها بتفقد السيطرة على العربية وبتعمل حادثة وبتموت. وفجأة بتقوم يونيو وبتبقى فاكرة آخر حاجة الحادثة، وبتلاقي إن جسمها كله كويس. وبتبص حواليها بتلاقي نفسها في مكان غريب جدا وفي ناس لابسين أبيض وأسود بس، وبتلاقي ورقة قدامها وبتبقى كأنها في شركة. فبتروح لموظفة الاستقبال وبتسألها عن المكان اللي هي فيه وبتديها الورقة اللي معاها. فبتسألها الموظفة عن اسمها وتاريخ ميلادها وبتبقى بتبحث عنه في التابلت بتاعها. وفجأة بتتخض الموظفة جدا وبتطلب من يونيو تستناها شوية. وبتدخل الموظفة للمدير وهو بيزعق للموظف عنده إنه خلى واحدة تموت قبل ميعادها بشهر. وبتقول الموظفة على يونيو واللي المفروض تعيش لحد سنة 2054، وبيشوفوا فيديو ليها وهي بتموت وهي عجوزة جدا. فبيتعصب المدير وبيقول للموظف إنه فاشل وإنه بيبوظ النظام بتاعهم بقلة تركيزه. وبيفضل الموظف يعتذر له وبيفكروا إزاي ممكن يصلحوا الغلطتين دول. وبتنادي الموظفة على يونيو واللي بيتكلم معاها المدير وبيقول لها إنها في مؤسسة المسار للجنة وإنها بتعدي على المؤسسة قبل ما روحها تطلع السما عشان تاخد تصريح. وبيقول لها إنها ماتت، وبتتخض يونيو جدا وبتفضل تعيط وبتقول له إنها حية وعايزة تفضل عايشة وإنها لسه ما عاشتش الحياة اللي هي عايزاها. فبيقول لها المدير إنهم هيعملوا لها استثناء وهيخلوها تعيش مدة أطول، لكن بشرط إنها تعيش مكان واحدة تانية واللي بتبقى ماتت قبل ميعادها بشهر. وبيقول لها إنها غلطة منهم لكن ما بيرضاش يقول لها إنهم كمان غلطوا في ميعاد موتها. فبتوافق يونيو لكن بتسألهم إزاي هتعيش مكان واحدة مختلفة عنها في العمر والشكل. فبيقول لها المدير إنهم هيتصرفوا. وبتاخدها الموظفة القاعة لونها أبيض وفيها جهاز غريب، وبتخلي الموظفة يونيو تحط إيدها على الجهاز. وفجأة بتصحى يونيو في الدنيا من تاني، بس بتلاقي نفسها في مكان مختلف. وبتبص في المراية بتلاقي نفسها لابسة لبس قذر جدا وعايشة في مكان وحش وشعرها بيبقى بايظ، وبتبقى بتتراش من كتر الخوف وبتصرخ. وبيجي راجل يدخل عليها الأوضة وبيسألها بتصرخ ليه، لكنها بتفكره حرامي وبتبقى عايزة تضربه، لكنه بيفكرها قصدها على حرامي الغسيل وبيطلع في الشباك وبيزعق له. لكن يونيو بتقول ان هو الحرامي، فبيسألها ازاي هو الحرامي وهي لابسه هدومه. وبتبص بتلاقي نفسها لابسه التيشيرت بتاعه والشورت كمان، وبتبقى قرفانه جدا. وقبل ما تقلعهم بتفتكر انها ما تعرفوش فبتفضل لابساهم، وبيبقى فاكرها بتهزر وبتفضل تصرخ وتقول له ما يقربش منها. فبيفضل يقول لها اسامي افلام رعب مفكرها بتقلدهم، لكن يونيو بتبقى منهاره وبتصرخ. فبيخرج بره وبتبص يونيو في الاوضه اللي هي فيها وبتلاقي صوره فرحها وبتعرف ان جوزها وبيبقى اسمه سونج. فبتغير يونيو هدومها وبتخرج بره بتلاقي بنت مراهقه قاعده على السفره وبتقول لها انها حضرت الاكل لنفسها وانها مش عايزه اكل تاني. وبيخرج طفل صغير وبيطلع يجري عليها وهو بيناديها بماما. فبتهرب يونيو منه وبتقول له ما يلمسهاش. وبيقعد سونج وابنها سورا على السفره وبيقول لها تجيب لهم الاكل، بس يونيو ما بتبقاش فاهمه اي حاجه وبتفضل مخضوضه طول الوقت. وبيبقى سونج فاكر انها ما عملتش الفطار فبيتضايق منها وبيقول لها انها كانت على الاقل تعمل للطفل الصغير واللي بيبقى ابنها، وبيسيبها وبيروح الشغل. وبيلبس ابنها هدومه
بيقول لها تروح معاه بسرعه قبل ما يتاخروا، وبيديها الموبايل بتاعها والمحفظه، وبتنزل معاه وما بتبقاش عارفه هي رايحه فين اصلا، وبتقابل في طريقها راجل عجوز واللي بيشكرها على الاكل، وبعدها بتقابل ست مغروره جدا وبتبقى بتكلم يونيو بتكبر، وبتقول لها ما تخليش عيالها يشيلوا الاعلانات اللي على الاسانسير، وبتبقى يونيو مش فاهمه حاجه وبتقول لها انها ازاي تتكلم معاه بشكل مش رسمي كده، وقبل ما تضربها الست المغروره بياخدها سراب بسرعه من قدامها وبيقول لها انهم متاخرين، وبيوصلوا عند اتوبيس المدرسه وبيرحب بيها باقي الامهات كانها صاحبتهم جدا، وبتطلع كل واحده فيهم ابنها للاتوبيس وبيمشوا، وبتبقى يونيو عايزه تمشي بسرعه عشان تروح بيتها القديم، لكن باقي الامهات بيمسكوها وبيقولوا لها انهم هيروحوا مكانهم السري، وبيبقوا بينقلوا بضاعه من راجل فلبيني، وبيبقى شغل جانبي كل ست بتعمله من ورا جوزها، وبتبقى يونيو ماشيه معاهم ومش فاهمه اي حاجه، وبيخلصوا وبتبقى يونيو عايزه تمشي لكنهم بيقولوا لها انهم هيروحوا يشربوا، فبتسالهم ازاي هيشربوا الصبح لكنها بتضطر تروح معاهم، وفي مطعم صغير بيبقوا كلهم قاعدين بيتكلموا بصوت عالي جدا، وبتبقى يونيو متغيره بالنسبه لهم وبتفضل تسالهم عن حاجات في حياتها، لكنهم بيتريقوا عليها وبيقولوا لها يعني هم اللي هيجاوبوها عن حياتها، لكن يونيو بتعرف انها اتجوزت وهي قاصر، وانها دلوقتي عندها 34 سنه وخلفت بنتها الكبيره وهي صغيره جدا، وبتتخض يونيو اللي بتبقى اصلا محاميه وفاهمه ان القانون ما بيسمحش بزواج القاصرات، فبتتضايق وبطنها بتتقلب وبتدخل الحمام وبترجع، وفي الحمام بيطلع لها مدير مؤسسه المسار للجنه واللي بيقول لها انها لازم تستمتع بحياتها الجديده اللي هتبقى لمده شهر بس، وبيقول لها انها لازم تتاقلم على حياتها عشان ما تبقاش مكشوفه لو عايزه فعلا ترجع لحياتها القديمه، وبيهددها انها لو ما عملتش كده هيطلعها للسما، فبتوافق يونيو على كلامه وبتحاول تهدى، وبتروح البيت وبتفتح الدولاب وبتلاقي كل الهدوم شكلها وحش جدا وما بتبقاش عارفه تلبس ايه، وبتدخل المطبخ وبتلاقي ان مفيش اكل، فبتبص في المحفظه بتاعتها وبتلاقي الفيزا، وبتقرر تروح تشتري اكل مختلف، وبتروح الماركت وبتبقى متعوده تشتري حاجات كتير جدا، وبتطلع بكل ثقه عشان تحاسب بالفيزا، لكن بتكتشف ان الرصيد مش مكفي، وبتلاقي ان معاش فلوس، فبتاخد حاجات بسيطه وبترجع وهي متضايقه جدا، وفي طريقها بيجي لها مكالمه من صاحبتها بتقول لها انها متاخره على صوره جدا ولازم تيجي تاخده من المحطه، وبتروح يونيو بسرعه وبتلاقيه زعلان جدا فبتقول له انه ما يبصلهاش كده، وبيرجعوا مع بعض البيت، وفي الاسانسير بتقابلها الست المغروره اللي شافتها الصبح وبتتريق على لبس يونيو اللي بيبقى قديم ومش غالي زي لبسها، وبتبقى يونيو متضايقه جدا لكن معاش فلوس، وبتطلع يونيو وبتطبخ الاكل لاسرتها الجديده، وبيتخض سونج وكيم بنتها وبيبقوا مش مصدقين انها طبخت فعلا، وبيبقوا مبسوطين كلهم من طعم الاكل ما عدا كيم اللي بتبقى بتمر بفتره المراهقه ودايما متمرده وبتقول لمامتها انها مش عايزه اكل، وفجاه بتقول لهم يونيو انها تعبانه ومحتاجه تاخد اجازه شهر، فبتزعلها كيم وبتقول لها انها ام مش مسؤوله، وانها بتقول انها عايزه اجازه وهي عندها طفل صغير، وبتقول لها انها مش هتقدر تتحمل مسؤوليه اخوها وباباها مع بعض وما بترضاش تاكل وبتقوم، وبيقوم سونج ورا بنته لكنه بيقول يونيو انه عارف انها تعبانه وانها ممكن تاخد اجازه يوم، فبتعرف يونيو ان خطتها فشلت، وبالليل بتدخل يونيو اوضتها وبتلاقي سونج قاعد وبيسالها لو الاطفال ناموا، واول ما بيعرف انهم ناموا بيقوم وبيقلع البنطلون فجاه، وبتتخض يونيو منه جدا وبيبقى لازم تهرب من الموقف بسرعه، وبتفضل تقول له انه شخص اناني ومتحرش ومغتصب ومجرم، وده لانه اتجوز بنت قاصر وخلاها تخلف طفلين وعايشها في مكان مقرف زي اللي هم عايشينه، وانه ما ينفعش يبقى اب او زوج او حتى راجل، وبتقول له انه مجرم والمفروض يتسجن 5 سنين على الاقل، وبيتخض سونج من كلامها جدا وبيتضايق وبيسالها لو كلامها حقيقي، فبتقول له انه حقيقي وانها مش هتقدر تنام معاه في اوضه واحده، وبتاخد البطانيه بتاعتها والمخده وبتنام بره، وفي تاني يوم وفي شغل سونج بيبقى بيشرب سيجاره مع واحد صاحبه، وفجاه بيشوف المدير بتاعه وبيتكلم معاه على المشروع اللي هيهدم المنطقه، فبيقول له مديره انه يدور على حاجه مفيده احسن، فبيقول له ان المشروع ده هيأذي 2000 شخص، لكن المدير ما بيهتمش وبيمشي، وفي البيت بتنزل يونيو عشان توصل سورا للاتوبيس وبتقعد مع باقي الامهات، واللي بيقولوا لها انها توقع العريضه ما بتوافقش على هدم المنطقه بتاعتهم، وبيبقى المشروع ده هو نفسه المشروع اللي الرئيس بارك اداها العربيه عشان تستعجل فيه، فبتقرر تروح بيتها الاساسي عشان تدور على الورق، وبتلاقي ان باسورد الباب لسه زي ما هو وبتفرح، وبتبص على صورتها ما بتلاقيهاش وبتلاقي واحده تانية، وبتفهم ان هي الست اللي المفروض تعمل حادثه بعد شهر، وبتدور على ورق القضيه وبتلاقيه وبتاخده، وبتلاقي العلبه اللي كان فيها مفتاح العربيه واللي بيبقى فيه كمان فيزا، فبتروح يونيو محل لبس غالي جدا وبتشتري كل الهدوم اللي نفسها فيها، وبتشتري اكل كتير وبتروح عشان تطبخه، وبيرجع سونج لبيته وهو حزين وبيقول لها كل الكلام اللي جواه، وبتعرف يونيو ان هي اللي اغرت سونج وانه ما كانش موافق يتجوزها وهي صغيره، وانه بسببها ساب الكليه واضطر يشتغل موظف، وبيقول لها انه تعب عشان يقدر يوفر لها بيت زي ده، وانها لو مش عايزه تكمل معاه ممكن يطلقوا، وبيديها ورق الطلاق وبيدخل جوه، وفجاه بيلاقي لبس كتير واللي بيبقى غالي جدا، وبيخرج يزعق ليونيو لكنها بتقول انه من فلوسها، لكن فجاه بتيجي الشرطه وده لان توقيع يونيو مش هو نفسه التوقيع البنكي اللي على البطاقه، وبيروح سونج مع يونيو للاسم، وهناك بتشرح لهم يونيو او جيمين اللي هو اسم البنت اللي هي عايشه في جسمها ان يونيو هي اللي اديتها الفيزا، لكن الشرطه بتبقى بتتكلم معاها باسلوب وقح، فبيتعصب سونج وبيقول لهم ان مش من حقهم يتكلموا بالطريقه دي وانهم ممكن يمشوا دلوقتي، وبيشرح لهم مواد في القانون بتخليهم يسكتوا وما بيقدروش يتكلموا معاهم، وبتعجب يونيو بيه جدا
جدا، وبتعرف انه كان بيدرس في قسم القانون في الجامعه قبل ما يسيبها ويشتغل موظف حكومي. وبيقدر سونج يخرجها من الاسم وبيبقى حزين جدا، وبيسالها لو بتحب راجل تاني، فبتزعل يونيو وبتقول له انها مش من النوع ده، فبيسامحها سونج على كل حاجه وبيطبطب عليها وبيمشوا سوا. وبيبقى اول مره حد يطبطب على يونيو او يحسسها انه بيحبها. وبتقعد يونيو لوحدها وفجاه بيظهر جنبها مدير مؤسسه مسار الجنه، وبيقول لها انها لو ما صالحتش سونج واهتمت باسرتها الجديده هيبدلها باي حد تاني وهتموت. وبيقول لها انها ما كملتش في حياتها الجديده 48 ساعه، لكنها عملت مشاكل كتير جدا، وبيسيبها وبيمشي. وبتروح يونيو بيتها وبيفكرها سونج بميعاد الحفله اللي هتكون عندهم في الشغل، واللي بيحضر فيها كل موظف مع مراته. وبتفتكر يونيو كلام مدير مؤسسه مسار الجنه وبتقدر تروح معاه، وبتبقى قاعده بتدرس الورق اللي سرقته من بيتها القديم، وبتبقى حاطت معاه التوقعات بتاعت اهل القريه بعد ما زورتها وكانهم موافقين على المشروع. واول ما بيدخل سونج بتخبي الورق بسرعه تحت السرير وبتطبخ لهم الاكل. وفي تاني يوم بتروح يونيو شركه سونج، وبتبقى يونيو جميله جدا لدرجه ان سونج ما بيصدقش انها فعلا هي، وبيخليها سونج تقابل عمده المدينه، وبتبقى بتعرف نفسها باسمها واللي مش بيكون من عادات المدينه اللي هم فيها، وبيبقى لازم تقول انها مرات كذا مش اسمها، وما ينفعش انها كمان تسلم بالايد. وبتبقى يونيو مش عارفه كل ده وبيبقى شكلها وحش جدا. وبيحاول سونج يتكلم عن مشروع هدم المنطقه السكنيه في الريف واللي بيبقوا عايشين فيها، وبيحاول يقنع العمده انه يؤجل المشروع، بس مدير سونج بيقاطعه وبيقول لهم الاكل جاهز، وبيقعدوا مع بعض على الاكل. وبتبقى يونيو عايزه تنتقم من المدير اللي بيهين سونج، فبتفضل تسال العمده عن الارصفه اللي كل شويه يبنوها ويهدوها تاني، وبتقول له انه اهدار للمال العام. وبيبقى العمده محرج ومش عارف يرد، وبيحاول المدير يرد عليها لكنها بتكون دارسه قانون وبتقدر تسكتهم كلهم. وبيبقى سونج بيحاول يسكتها لكنها بتقول له انها بتقول الحقيقه. وبتسال العمده عن مشروع عزل صوت المترو، وبتقول له انه مشروع مهم والمفروض يبقى اولويه عندهم عن باقي المشاريع. وبياخد سونج يونيو بيزعلها وبيقول لها انه ممكن يترفض ومش هيلاقوا ياكلوا. وما بتبقاش يونيو فكرت بالطريقه دي، وبتقول له انها بس كانت عايزه تنتقم له. وبيجي المدير وهو بيزعل سونج وبيحاول سونج يعتذر له، وبياخد يونيو وبيمشي، لكن بيسمع المدير وهو بيشتمها، فما بيقدرش سونج يستحمل وبيضربه وبيمشوا. وبيروحوا مع بعض المطعم وبتساله عن السبب اللي خلاه يسيب الجامعه، وبيقول لها انها خليفه كيم وكان لازم يشتغل عشان يوفر لهم عيشه احسن، وبيقول لها انه لو اترفض مش هتكون هي السبب، وبيوعدها ان عمره ما هيخليها جعانه. وبتحس يونيو انه شخص طيب جدا وبتبدا تعامله كويس. وفي البيت بيبقى كل واحد فيهم بينام في مكان، وبتبقى يونيو نايمه جنب سورا اللي بيحضنها وهو نايم، وما بتبقاش يونيو متعوده على كده فبتطبطب عليه، وبتبقى اول مره تدي حب لحد. والصبح بتبقى بتحضر الاكل، وبتيجي كيم تطلب منها فلوس قبل المدرسه، فبتقولها يونيو انها لازم تنظف الترابيزه وبعد كده هتديها فلوس. وبتبقى كيم متضايقه جدا لكنها بتضطر تنظف الدنيا. وبتسالها يونيو لو عندها اصحاب، فبتقولها ان في حد معجب بيها وبتمشي وهي مكسوفه. وبيبقى صاحبها عازمها عنده في البيت، وبتساله كيم عن باباه ومامته، فبيقول لها انهم في الشغل، وبيبقى عايز يبوسها لكن كيم ما بتوافقش، لكنه بيبقى مصمم يقرب منها. وفجاه بتشوف كيم حد ماسك موبايل وبيصور، وبتكتشف ان اصحابه موجودين وبيصوروها، وبتحاول تهرب من المكان لكنهم بيتجمعوا حواليها وبيحاصروها وبيبقوا عايزين يغتصبوها. وبترجع كيم البيت وبتدخل اوضتها وهي متعصبه وبتكسر كل حاجه. وبتدخل يونيو بتحاول تفهم منها اللي حصل وبتهديها. وبتبقى يونيو اول مره تهتم بحد وتحاول تسمعه، وبتبص على جسم بنتها وبتلاقيه كله كدمات ووشها متعور، وبتفهم اللي حصل. وبتقول لها كيم انها قدرت تهرب على اخر لحظه، وبتطلب منها تطمنها، فبتقول لها يونيو انها تجيب لها حقها. وبيتجمع الولد اللي كان عايز يغتصب كيم مع المحامي بتاعه والمدير، وبتبقى يونيو قاعده مع كيم، وبتفتكر يونيو اللي عملته في الام وبنتها اللي بقت في نفس مكانها وحست بيها. وبتتراش يونيو وبتطلب تدخل الحمام وبتعيط، وما بتكونش مصدقه انها كانت شخص حقير للدرجه دي. وبتدخل عليها كيم وبتقول لها انهم ممكن يقبلوا تعويض ويمشوا. وبتحس يونيو بخوف كيم منهم، وبتقول ان الفلوس مش كل حاجه وانها تجيب حقها. وبتخرج يونيو وبتقعد معاهم، وبيبقى المحامي بيقول نفس الكلام اللي يونيو قالته قبل كده، فبتخرج يونيو الموبايل اللي بتسجل بيه وبتقول له انها تفضحه وهتفضل الفضيحه معاه سنين حياته كلها وانها هتدمر مستقبله. وبتقوم تمشي، بس الولد بيتكلم بشكل وقح جدا معاها، وده عشان عيلته بتكون كبيره واغنياء جدا، فيونيو بتضربه وبتوقعه في الارض وبتخليه يعتذر غصب عنه. وبتبقى كيم مبسوطه جدا بمامتها اللي بتكون قويه جدا ومتغيره، وبتبقى شخصيه يونيو اتغيرت من شخص بيكره كل الناس وما عندوش ضمير لشخص عنده اخلاق وبيساعد كل اللي حواليه. وبتبقى يونيو قاعده مع كيم واللي بيقول لها انه هيتنقل للعمل الميداني
بسبب ان مديره مش راضي عنه. وبتيجي مكالمه ليونيو بانه سورا وقع في الارض وراح المستشفى، وهناك بتعرف انه عنده مرض وراثي في الشبكيه واللي ممكن يسبب له عمى. وبتزعل يونيو عليه جدا، وبتروح تقابل مسؤول مؤسسه مسار الجنه وبتقول له ان الطفل ملوش ذنب يحصل له كده بسببها. وبيطلب المدير منها تركب العربيه لان الشهر بيكون عدى وهترجع لحياتها القديمه، لكنها ما بتوافقش وبتروح الاول عشان تطمن على ابنها. وبيجي الوقت اللي ترجع فيه لحياتها القديمه، واخيرا بتصحى من النوم في المستشفى بعد ما دخلت في غيبوبه. وبتروح بسرعه للبيت اللي كانت عايشه فيه مع سونج وعيالها، وبتلاقي ان مفيش اي حد بالاسم ده، وبتعرف انها كل ده كانت بتحلم. فبتقرر تغير حياتها الجديده وبتروح لصديقها المحامي وبتديه كل اسرار رئيس بارك عشان يفضحه ويمنع ان المنطقه الريفيه تتهدم. وبتقعد يونيو لوحدها في البيت وبتتفرج على صورها وهي صغيره، وبتلاقي صوره ليها هي ومامتها وفي ظهرها صوره لوالدها، واللي بيطلع هو نفسه رئيس مؤسسه المسار للجنه. وبيبقى بالنسبه لها الكابوس اللي عاشته هو احلى كابوس، وانه السبب انه غير حياتها. وبتقرر تسافر نيوزيلندا، وعلى الطياره بتقابل يونيو سورا وبتروح وراه، وبتلاقي كيم وسونج اللي بيبقوا ما يعرفوهاش، وبتقعد يونيو معاهم طول الرحله وهي مبسوطه.